إمام ذهبي كأفرمون إمام ذهبي هو الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان قيماز في مدينة دمشق تركمانية الأصل لأصل تركمان زباني. إمام ذهبي ولد في شهر ربيع الآخر سنة 673 هجري لدايك بوع، وتوفي سنة 648 لهجري وفاتي كردوة، واتى 875 صال بوع. إمام ذهبي طبيعي باوشي هر زانابو أهلك سكاري هميان أهل علم بنا، وكان والده يعمل في الذهب المدقوق ولذا سمي بالذهبي. باوشي خريجي آلتين بو، باوشي آلتين فروش بو، بويا نايو أنا إمام الذهبي. ودسي كربا طلب علم طبعا عمري 11 صال بو، واهتم بعلم القراءات حتى أصبح على معرفة جيدة بالقراءات وبأصولها ومسائلها، حتى صار شيخ الحلقة في الجامع الأموي سنة 693 هجري، يعني 11 صال 20 صال عمري بو يتربوا يشك للشيخ قراءات. ولا حديث جدا أمتيا وبرز رحمتي خواي لبيت هر بردوام بو وطلب حديث زور كردو وما لا يحصى كثرة من الكتب الأجزاء، ودرس علم النحو والتاريخ وعلم الرجال زور أم علمانا خريكي بو. وعلماء درباري إمام الذهبي وهركس زياتر قريكتي لاجيان ناميتي بقرته بو كتابي البداية والنهاية. علماء رحمتي خوايا لي بدرباري إمام الذهبي أفرمون إمام ابن كثير أفرميت رحمتي خوايا لي بيت أفرميت الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين أو مدح سنايك. وأفرمون ينقل عن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله عندما يشرب من ماء زمزم يسأل الله أن يصل إلى مرتبة الذهبي. بونية وآي زمزمي أخوار دوا ماء زمزم لما شرب لا كاتي آي زمزمي بخار دايتو شيء ابن حجر عسقلاني أي فرمو يا ربي خوايا بمجاني بمرتبي إمامي ذهبي. وأبو المحاسن فرميت الشيخ الإمام العلامة شيخ المحدثين وقدوة الحفاظ والقراء محدث الشام ومؤرخه ومفيده. علماء آوى مدحيانا كان. وابن سبكي لطبقات الشافعية أفرمي شيخنا وأستاذنا الإمام الحافظ المحدث العصري وإمام الشوكاني رحمة خوالي أفرميت الحافظ الكبير المؤرخ صاحب التصانيف السائرة في الأقطار وجميع مصنفاته مقبولة مرغوب فيها، رحل الناس لأجلها وأخذوها عنه وتداولوها وقرأوها وكتبوها في حياته. أوهم خلق إسفادي لا علم كردوة. وإمام صويطي أفرميت إن المحدثين عيال الآن على 4 يكشان إمام ذهبية. وأفرمون الذهبي من العلماء الذين دخلوا ميدان التاريخ من باب الحديث النبوي وعلومه. وعلماء زور مدحية كان وخصوصا لعلم جرح تعديلا أفرمون علماء لو وقف على قنطرة ومر أمامه الناس لقال لك هذا فلان ابن فلان وهذا يتصف بكذا وذاك يتصف بكذا. بويا علماء رحمتي خوايان لبيت أمنا مدح ثناي أمبيا وبرزيان كردوة. وشيخي أمبيا وإمام الذهبي أويك وزياتر معلوم بيت كزور خيوني بيتي للايان أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي لصالي حوصته شلدو وفاتي كردوة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمتي خواي لبي حوصته بشتهشت وفاتي كردوة. وعلم الدين أبو محمد القاسم أوش حوصته هشتاونو وفاتي كردوة. ومؤلفاتي ترك الإمام الذهبي إنتاجا غزيرا من المؤلفات بلغ أكثر من 200 كتاب
215 كتاب زياتري جيشتوه لدواي خوي إمام الذهبي رحمة خوي لبي براستي ذهبي بوا. ظل الذهبي موفور النشاط يقوم بالتدريس في 5 مدارس للحديث لكو في دمشق، ويواصل التأليف حتى ضعف بصره في أواخر عمره تقريبا 4 سال بيش وفاة بك هردو شاوي كوربو رحمة خوي لبيت وبو حالبو هتاوكو وفاتي كرت لسيم ذي القعدة 1948 لشواري شباتي 1348 ميلادي لشوي دوشما، وصلي عليه يوم الاثنين صلاة الظهر في جامع دمشق، ودفن بباب الصغير. بوشي وإمام الذهبي جيان يعني شتيكي كم درباري جياني رضا ورحمتي خواهي پروردگاري لبي.